طيب قبل ما نروح للحالات، يستر ضرب واحده بلدي قوي يعني، واحده وكلاء قوي، يعني شغل وكلاء قوي. لا يعني هو الراجل مولي خلاص وماشي وبتاع. فانا بفهم انه دايما المدير الفني لازم يبقى على قدر من الذكاء، حتى كمان في تعامله في الحته دي يبقى محترف اكتر. فما فهمتش ايه فكره ان هو في المؤتمر الصحفي بيهاجم الاداره ويقول انه انا طلبت منهم صفقات وما جاتش بالجوده المطلوبه. شغل وكلاء جدا جدا عشان ينفض ايده من كل حاجه. وان كنت انا بظن انه لو واحد عنده قناعه ما لحاجه معينه، يعني كمدير فني مثلا عنده شخصيه وعنده كاركتر وعنده زي ما هو بيقول يعني، وجات الاداره الله فرضت عليه حاجه وجات الاداره ما جابتلوش اللي هو عايزه، هيعمل حاجه من الاثنين: هيطلع يعمل مؤتمر صحفي خاص يتكلم فيه في القصه ديت ويمشي وياخد بعضه ويمشي، او مش هيعمل المؤتمر الصحفي يقول للناس شكرا يا جماعه انا مش عاجبني او همشي، او يا جماعه انا معترض انا ما اتفقتش معاكم على كده فما تجيبوش الصفقات دي او ولا حاجه من اللي انا قلته، الثلاثه اللي انا قلتهم دول، وهيطلع وقتها يقول انا مش مسؤول عن الصفقات ديت. لكن فكره ان انا بعد ما خلاص اتضربت عجين والدنيا خلاص اتدرمغت واخدت الفرقه رايح بيها مانيش عارف انا رايح بيها فين، هو اصلا داخل في ميكروباص 18 راكب داخل في الحيطه ومش دريان هو داخل فين، ولا هو داري ان هو بياخد الاهلي لبطوله. الاهلي بقاله كتير ما لعبهاش اصلا الكونفدراليه دي، حاجه يعني بالنسبه لجمهور الاهلي كارثه فضيحه يعني، بالنسبه لهم مش دي احسن حاجه. الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا طول الوقت يعني، فهو عامل كارثه يعني. فهو مش منتبه لكل ده ومنتبه لفكره طب الصفقات ومش الصفقات، ما اتكلمش ليه في وقتها؟ جاي تتكلم النهارده كده انت مولي يعني. فطبعا بلدي قوي بصراحه يعني، يعني بلدي وواضحه ان هي فيها شغل طبعا وكلاء يعني. طيب خلينا نخش في هو كمان نسبه الانتصارات بتاع الترب مع الاهلي 49%، يعني دي مش محتاجه صفقات كويسه ولا صفقات وحشه. انت ما جبتش ال 50، فيعني اعتقد ان هي كانت بعيده قوي. فيعني هي مرحله يبدو فيها ان فيها هيبقى اللي هو مين السبب في المشكله اللي حاصله. وما اعتقدش في الاول وفي الاخر ان هي هتفرق مع اي حد من الاثنين، لان ما اعتقدش ان الاثنين هيكملوا مع بعض في كل الاحوال يعني. عشان كده اخترت التعبير بتاع وكلاء، عشان انفض ايدي، عشان لما يجي لي حاجه اللي جاي اقول والله انا مش مسؤول، ماليش دعوه، ماليش دعوه يعني الشغل يعني. طيب عمر خلينا نخش في التفاصيل، يلا الزمالك واللي حاصل، ونخش في الحالات بقى على طول. يلا خش، يلا بينا، متعنا. ربنا يخليك يا رب. اتمنى. يلا بيتفضل. بص، في سياق للزمالك مع كابتن معتمد جمال، كان في سؤال دايما ازاي الزمالك بيحقق الانتصارات دي وفرق عن الاهلي وفرق عن بيراميدز رغم فارق السكواد ما بين الفرقتين او قائمه الفرقتين، وازاي الفريق وصل ان هو بينافس على كل الجبهات دي او تحديدا في بطوله الدوري، على الرغم من ان تعيين كابتن معتمد جمال في البدايه كان اصلا كمدرب مؤقت، لكن العجله مشيت بشكل كبير جدا. الحقيقه يا ابراهيم ان الدوري المصري له خصوصيه مهمه جدا جدا الناس لازم تعرفها، وهو ان كل دوري في العالم له طبيعه، له دي ان ايه. طبيعه الدوري المصري مش انك تخلق فرص. فرق الدوري المصري كلها بتلعب على انك تغلط، هو بيستناك تغلط. الفرقه اللي بتكسب هي الاقل اخطاء مش الاكثر ابداعا. هو الدوري كده، الدوري في مصر كده. عشان كده هتلاقي التعادلات كتير. هتلاقي في المجموعه اللي تحت الفرق كلها بتتعادل، لان كل واحد ما عندوش القدره انه يخلق، هو مستنيك تغلط. حلو التعبير. هو الدوري هنا، الدوري كده في مصر. طب ده الفرق اللي تحت، طب تعالى للفرق اللي فوق. تعال نبص كده على فولدر معانا اسمه اخطاء. يلا تعال اتفرج على الكور، وانا جايب لك هنا الثلاثه الكبار في الهيد تو هيد عشان تعرف طبيعه الدوري المصري اللي لعبها وفهمها كابتن معتمد جمال. دي مباراه الزمالك وبيراميدز. حلو. الكره هنا مع مهند لاشين، قوم اشرح عادي يعني، ممكن تشرح عادي واستخدم الكره هنا مع مهند لاشين. دي مباراه قمه ما بين الاول والثاني وقتها. الكره هنا مع مهند لاشين، الكره دي هتنتهي بهدف للزمالك، لان دي طبيعه الدوري المصري. بص الزمالك واقف مع كابتن معتمد جمال بيلعب بالدي ان ايه بتاع الدوري المصري. انت تقدر تشاور يعني، توصل لحاجه. انا مستنيك تشاور بايدك هنا مستنيك، انا مستنيك تجي لي وهغلط. والراجل اللي واقف هنا ده شيكو بانزا. فالكره اللي هناك ده شيكو بانزا. تمام. فالكره هنا طبيعه الدوري المصري اللي لعب عليها كابتن معتمد جمال كانت ايه؟ انا مش هخلق فرص، انا ما عنديش القدره ان انا اخلق فرص، انا هلعبك بطبيعه الدوري بتاعي. ماشي. انا هسيبك انت تغلط. ماشي. بص الصوره اللي بعديها، الكره دي هنا مع مهند لاشين، بيقطع شيكو بانزا الراجل ده بيستلم الكره. القلم مش باين قوي فانت محتاج تشاور. ما انا رايح بالليزر اهو. اتحرك لجوه الشاشه، اتحرك لجوه الشاشه براحتك. الراجل شيكو بانزا خد الكره على صدره. مشي الصوره اللي بعديها، هتبقى
ترانزيشن هيروح لناصر منسي، دي مباراه ثانيه، ترانزيشن راح لناصر منسي ومنه الى بتزيرة هدف. ماشي. فالكره اللي فاتت بدات مع مهند لاشين انتهت بهدف. ماشي. انا مستنيك تغلط. طيب ده ماتش الاهلي وبيراميدز، قمه ثانيه بعديها ب4 ايام، دي ضربه مرمى. بص ياسر ابراهيم فين؟ دي هنا ده ياسر ابراهيم. تمام. ماشي. بيبدا اللعب، الكره معاه، الكره مع الاهلي، الكره دي هتنتهي الهدف الاول لبيراميدز، لان الراجل، بص الصوره اللي بعديها، الراجل هيمرر الكوره اللي قطعها عوده الفخوري الجناح بتاع نادي بيراميدز. نتكلم هنا الراجل ده، الكره هنا، الراجل ده قطعها عوده الفخوري في كره مع النادي الاهلي، اتردت الهدف الاول لنادي بيراميدز امام النادي الاهلي. ففي الهيد تو هيد برضه نفس القصه، انا مستنيك تغلط. بص واحده بدات مع الراجل في نص الملعب، واحده بدات مع الراجل في منطقه جزائه. الصوره اللي بعديها هتلاقي دي مباراه الاهلي والزمالك. ادي الراجل معاه الكوره، حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد. تمام. مباراه الاهلي والزمالك، الراجل معاه الكوره جوه ال 18 اهو. تمام. الكوره دي ماشي، الصوره اللي بعديها هتنتهي بالهدف الاول للنادي الاهلي، راحت لطاهر. طاهر اهو لعب الكروس لاشرف بن شرقي، احرز الهدف الاول. بص الصوره اللي بعديها، الكره، تخيل دي عمليه بناء لعب، عمليه بناء لعب كامله. هنا حسام عبد المجيد الراجل، الباك ليفت بنتايج، والناحيه الثانيه الكره محمد اسماعيل والونش. العب الكره بعد كده، الصوره اللي بعديها باص فتوح بيقع، بتوصل لاشرف بن شرقي، بتنتهي عند استغلال الخطا، خطا واستغلال الخطا. انت بتشتغل على دي ان ايه الدوري. فكابتن معتمد جمال في كل المباريات اللي فاتت هو كان بيلعب على دي. عظيم. خسر امتى بقى؟ تعال نشوف حاجه اسمها استحواذ الزمالك اخيرا، عشان تعرف فكره ان الدي ان ايه هو اللي لعب عليه لما خسروا. هنا اول 5 فرق استحواذا على الكره في الدوري المصري فهمش الزمالك. ماشي. اول الدوري. فده معناه انه دي مش الجينات بتاعتي يا باشا انا مستنيك تغلط. انا مش هصنع فرص. بص الصوره اللي بعديها، مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، الزمالك خسران الاستحواذ 61%، 39%، هدف تحول لاخوان بيتزيرا 1-0، وصل بيه نهائي. الصورة اللي بعديها، مباراة الزمالك وبيراميدز خسر الاستحواذ 53%، تحول هدف من ناصر منسي اللي احنا لسه شارحينه بتاع شيكو بنزا، هدف 1-0. الصورة اللي بعديها، مباراة المصري 39%، 61%، 4-1 لنادي الزمالك. بص بقى الصورة اللي جاية، المباراة الوحيدة اللي فهم فيها يسترب، الصورة اللي بعديها على طول يا شباب، اللي فهم فيها يسترب الدوري المصري ولعب على التحولات. الزمالك خد الاستحواذ من الاهلي، الزمالك خسر 3-0. فبالتالي احنا بنتكلم على طبيعة دوري كابتن معتمد جمال اشتغل عليها طول الفترة اللي فاتت، فوصلته ان هو يبقى بطل او حتى هذه اللحظة عظيم. متصدر الدوري. ده استمر في مباراة النهارده، نروح له برضه في الحالات الفنية. ماشي. زيزو. وانا ممكن اخد من عمر فعلا الكلام بتاع ان معتمد جمال حتى لما كان عايز يبني اللعب قدام الاهلي، والناس اعتبرت انه بالغ في ان هو يلعب على الارض قدام الاهلي، هو كان نفسه الاهلي يضغط عليه عشان يلعب على المساحات اللي في ظهر الاهلي. يمكن عشان كده الزمالك كان بيبان يعملوا مصيده يعني. بالظبط كده. الزمالك بيبان كويس مع الفرق اللي بتحاول هي اللي تباغته، يعني بتحاول تضغطه وبتحاول تقرب عليه، علشان عنده لعيبه بتجري في ظهر الدفاعات كويس وبتستغل المساحات بشكل كويس. انما كل مره الفرق المنافسه كانت بتقف له، بما فيهم الاهلي، بتقف ما بتضغطش عليه، كان الفريق بيعاني ليه؟ لان الزمالك قيمته مش كبيره، وعشان قيمته مش كبيره اللعيبه اللي قادره على صناعه الفارق بانها تاخد الكوره وتجري وتقطع مسافات عددها قليل. عشان كده كان باين قوي النهارده قد ايه هو بالنسبه له بزيرة واحد من اللعيبه هو نفسه يلعب في كل الماتشات، ومرعوب من ان هو يخسره في الماتش اللي جاي، فما ابتداش بيه النهارده برغم اهميه ماتش النهارده، على امل ان الزمالك يكسب من غير بزيرة. اتضح ان لا، مش هقدر، محتاج، فنزل بزيرة يعمل الجول وبعدين يتصاب مره ثانيه. فالتريك بتاعت معتمد جمال على قد ما هي جامده، على قد ما هي كويسه، على قد ما هي فيها من الوجاهه كتير، بس هي برضو بتبين قد ايه هو الفريق محتاج مهما حصل لما توصل، حتى لو كسبت الكونفدراليه والدوري مع بعض، انك انت لازم تجيب اخ البزيرة في الملعب علشان خاطر القايمه. حلوه اخ دي. وبالتالي انت محتاج خوي لعيب جامد برضه، فانت محتاج تفك القيد، يعني محتاج حتى في لحظه الانتصار ما تقفش عندها وتبيعها ان هي لحظه انتصار وخلاص على كده، عشان يفضل المشروع ده مكمل قدام. لو صور جاهزه بتاعت الزمالك صور جاهزه بتاعت الزمالك ممكن يشغلوها، هنتكلم فيها من ماتش الزمالك والاهلي عشان نفهم بس هم بيفكروا يعملوا ايه يعني.
الزمالك بيبقى دايما عايز الاهلي يضغطه، وفي اول الماتش الاهلي كان بيقع في الفخ ده. هتلاقي في الصور دي لو مشينا بالصور بسرعه هتلاقي ان الاهلي كل مره كان بيروح، لو حبيت في اي وقت تقوم قوم. لا ماشي. يعني كل مره كان لعيبه الاهلي بتروح تضغط بشكل مباشر على لعيبه الزمالك كان بيقدر يطلع بالكره الطوليه، والكره الطوليه بتقلب كره ثانيه، والكره الثانيه بتدي فرصه لبزيرة يجري ورا الكوره. عايز يا جماعه حركوا له الصور بسرعه، هو بيحب يتكلم والريتم يبقى سريع، حركوا له الصور بسرعه يا جماعه، زي ما يعني الراجل بقاله 600 سنه شغال معاكم وبتسيبوا له الصوره ستيل، ما تحركوها له يا جماعه. نفس القصه هنا، هتلاقي الاهلي اول ما بيحاول يبتدي يضغط على لعيبه الزمالك تفضل تباصي الخط ورا، اول ما حد يضغط على لعيبه الزمالك هوب الكره الطوليه تتنقل بسرعه لواحد من الفراوده بتوع الزمالك، ناصر منسي او عدي دباغ او بزيرة. الفكره هنا انك تضغطني، لو انت ما ضغطتنيش انت عملت لي مشكله. فبالتالي انت عايز الفرق اللي تضغطك، فرقه سموحه ما ضغطتكش، فهو ده اللي اخرك، فابتدى يبقى اللعب شكله فقير في ارض الملعب لحد ما نزل بزيرة. ليه؟ الزمالك لما بيقلب الماتش بقى تحولات بيحصل اللي احنا هنشوفه في الصور اللي بعد كده دي، ان بزيرة بيبتدي يلاقي جزء من المساحات. طبعا وانا بعمل الحاجات ساعات بتحصل غلطات، ففي كورتين في الملعب عادي. لا يعني ما برضه الناس عشان برضه تبقى فاهم ان احنا بنشتغل بالاي اي، يعني عشان يتم تحويل الصور بالاي اي، فوارد طبعا مش عارف اسمه ايه، البرومبوت ولا اسمه ايه اللي انت بتدخله؟ حلو يا عز، حلو، كورتين حلوين. اسمه ايه اللي انت بتقول عليه؟ برومبت. ايوه برومبت، بيدخل البتاع في البرومبت فبيديله في كده، هو ادم كايد في البتاع ويطلع الكلام مع مين فيهم، واحيانا يطلع عدد اقل عدد ازيد في اللعيبه. فانتوا سامحونا يا جماعه والله، بنقاتل قدر المستطاع في وقت ضيق جدا عشان نخرج لكم الحاجات دي. اتفضل يا زيد. طب الكوره مع مين؟ مع كابتن ماجد؟ ادم كايد المره دي. ادم كايد الكوره الاولانيه، الناحيه الثانيه اللي قدام واحد شبه مارادونا ده، تقدر تنقل الصوره اللي وراها. يلا ايوه ونروح عند بزيرة. الفرصه الوحيده اللي بتيجي للزمالك خطره دايما لما الكره بتيجي في رجل بزيرة. ليه؟ لانه بيشتري وقت لزمايله. عدي دباغ في اللقطه دي بصراحه كان هو يعتبر بالنسبه لي تاني اهم لاعب في الزمالك، اكتر من ناصر منسي حتى. ليه؟ لان عدي دباغ واحد من اللعيبه اللي انت حطيته يمين، حطيته في الشمال، حطيته راس حربه، الراجل 7 من 10 دايما. عدي دباغ في اللحظات اللي شبه كده هو المفترض ان هو مع السنتر باك اللي ناحيه اليمين، صح؟ يعني ده الباك ليفت، ده السنتر باك اللي ناحيه اليمين. مظبوط. بص بزيرة هيمسك الكوره، لعيب جامد قوي، هيقف عليها ويفضل يمشي في الصوره اللي وراها، يفضل يمشي بالكوره لحد ما عدي الدباغ يوصل للسنتر باك اللي ناحيه الشمال. فهو كان الاول بيتراقب من السنتر باك ناحيه اليمين، السنتر باك اللي ناحيه اليمين بيحاول يسلمه لناحيه الشمال. طبعا الاثنين دول التواصل بينهم ضعيف، لان هي دي واحده من افات الكره المصريه، ان انت عينك على الكوره، عينك مش على اللاعب اللي بيتحرك في ظهرك. فعدي الدباغ على ما قطع المشوار ده كان في اللقطه اللي بعدها خوان بزيرة في رجله الكوره وبيستعد ان هو يرفع السويرف، والراجل ده خلاص القلب الدفاع عينه مع اللعبه، سايب خالص عدي الدباغ اللي طلع ركب الكره وجاب جون. فالتركه بتاعت معتمد جمال اللي بتحاول دايما تفضي خوان بزيرة هي الحاجه اللي دايما بيعتمد عليها علشان ينقذ الزمالك من الفقر الهجومي.